هذه قرية الناجية، وهي قرية كردية في منطقة جسر الشغور، تتبع إداريا لناحية بدامة في محافظة إدلب، تبعد عن أوتوستراد حلب اللاذقية حوالي 3 كيلومتر. عدد سكانها حوالي 5000 شخص، كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف. يعمل سكانها بالزراعة والتجارة. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء جسر الشغور، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية في محافظة حسكة، وأتمنى أن يعود كردنا ويتعلموا لغتهم الكردية في هذه المنطقة، فلغتنا الكردية مثل باقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها ونعلمها لأولادنا. وأتمنى عليهم أن يسموا أولادهم أيضا بأسام كردية. دمتم أهلنا في قرية الناجية.